وزارة الداخلية قدمت خدمة كبيرة جدا جدا للمواطنين، مش لكل المواطنين، لا، للناس اللي نفسها تروح تحج. ممكن تقدم لحج القرعة وللأسف تستبعد بسبب خطأ بسيط، بطاقة منتهية أو مش سارية، أو إنك تسجل الطلب بتاعك في أكتر من جهة، أو إنك تخفي الحالة الصحية. وزارة الداخلية فتحت تقديم لحج القرعة لحد يوم الخميس 27/8. التقديم هنا متاح في أي اسم أو مركز شرطة في أي محافظة في الجمهورية، مش متقيد بالمكان، أو من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة ودي تابعة لوزارة الداخلية، او من خلال الاتصال بالتليفون وانت قاعد في بيتك تقول لهم عايز احج وتقدم طلب من 02 27 98 3000. لكن لازم تختار جهة واحدة بس، يا اما قرعة يا اما حج سياحة يا اما حج جمعيات، وممنوع تكون سبق واديت فريضة الحج في اي سنة سابقة. الشروط هنا ان سن المتقدم بيبدأ من 21 سنة، والمرافق الوجوبي بيبدأ من 18 سنة، المرافق غير الوجوبي 12 سنة بشرط انه يكون مولود يوم 28 يناير 2015 او قبل كده، والمرافق يكون من الاقارب حتى الدرجة الرابعة. الحالة الصحية لازم تتسجل بأمانة، لان الفشل الكلوي اللي بيحتاج غسيل والتليف الرئوي والحالات المتقدمة من القلب او الكبد وبعض الامراض العصبية والمعدية والاورام النشطة والحمل العالي الخطورة والسمنة المفرطة ضمن موانع السفر. ولو أي بيانات طبية غير صحيحة ممكن تؤدي لإلغاء الطلب أو التأشيرة أو إعادة الحج على حسابه. جهز بطاقة سارية، افصح عن حالتك الصحية وقدم من خلال قناة واحدة بس قبل يوم 27/8، وشارك التحذير ده مع كل شخص ناوي يقدم.